استاذ حسن الخباز مرشح عضويه نادي الاسماعيلي على منصب مراقب الحسابات، بنرحب بيك في موقع الاسماعيلي السفير. برحب بيك وبرحب بالموقع طبعا. استاذ حسن كل سنه وحضرتك طيب. وانت طيب صحه وسلامه. ان شاء الله استاذ حسن الانتخابات على الابواب اهي، كلها 15 يوم بالظبط الانتخابات تبدا، عايزين نعرف استعداداتك الشخصيه للانتخابات. والله ان شاء الله باذن الله الانتخابات يعني خلاص يعتبر فاضل عليها 15 يوم باذن الله. والاستعدادات الشخصيه انا بحاول بسعى جاهدا ان انا بلف على اعضاء الجمعيه العموميه، لازم اوصل لهم صوتي. يعني هو من حق عضو الجمعيه العموميه ان هو لما يجي ينتخب ان يشوف المرشح او يقابله. لو انا ما قدرتش اوصل له يبقى ده قصور مني، فانا بحاول اعمل اللي عليا وبحاول اوصل للمرشح. بحاول اعرض عليهم ان فكري اللي انا عايز اعمله. طبعا هي انا عندي فيه منافسه بيني وبين منافس اخر، وانا بقدر له طبعا كل تقدير واحترام وهو زميل. بس هي انا عندي فكر في ككرسي مراقب الحسابات. انا حابب ان حاسس ان كرسي مراقب الحسابات الناس بتبص له مش مشكله، لا احنا يهمنا العضويه، مع ان انا شايف ان اخطر كرسي واخطر مكان، وان المفروض عضو الجمعيه العموميه قبل ما بيختار مجلس الاداره لا بيختار مراقب الحسابات اللي هيقوم بمراقبه حسابات النادي، واللي هيبص على مجلس الاداره ويشوف كل التصرفات الماليه، لان النادي الاسماعيلي كل فلوس اللعيبه اللي موجوده دي ملايين موجوده في الملعب، فالمفروض ان في مراقبات للحاجات ديت، والمفروض ان الكلام ده يوصل للجمعيه العموميه. يعني هو حق الجمعيه العموميه بتختار مراقب الحسابات. هو في طبعا يعني النادي الاسماعيلي ليه 2 جهه رقابه، في جهه رقابه الدوله اللي هو الجهاز المركزي للمحاسبات، وجهه رقابه الجمعيه العموميه حقها اللي بيوصل لها في انها بتختار مراقب الحسابات علشان يقدر يشوف ويقدر يعرض عليهم كل اللي بيحصل والامور الماليه اللي بتحصل للنادي. حاسس ان ده حق للجمعيه العموميه. نفسي ان احنا نوصل للمرحله ديت، ونفسي ان انا اوصل. بالتالي هو ده اللي بيتعمل في الجمعيه العموميه، لما يتعمل بيشوفوا الميزانيه وبيشوفوا الحاجات السابقه كلها. ما هو انا عايز اقول لحضرتك على حاجه، هو بيتعرض الميزانيه بتتعرض طبعا في النادي، طبعا المراقب المالي المفروض ان هو بيقرا الميزانيه، بس انا كعضو جمعيه عموميه انت هتيجي تقرا لي حاجات محاسبيه ما اناش فاهم، انما انا كبقى مراقب المفروض ان انا شايف وعارف، بحدد كل بوينت موجود وبحدده للجمعيه العموميه، بقول لهم على كل حاجه موجوده، كل التصرفات، ايه الحاجات اللي انا مش موافق عليها وبعرضها على الجمعيه العموميه، وايه الحاجات اللي معروضه وفي اتفاق عليها ولازم ده بيتم الموافقه عليها. دوت مش موجود. يعني الناس بتيجي تسمع مثلا هنحول الميزانيه للجهاز المركزي للمحاسبات، طب ما كده ولا كده الجهاز المركزي للمحاسبات بيجي يراقب على الميزانيه. انا ما ايه المخالفات اللي انت شايفها ممكن تتحول للنيابه يعني دور مراقب الحسابات بيوضح للجمعيه العموميه المخالفات اللي موجوده. هي النادي الاسماعيلي ملكه يمتلكه اعضاء الجمعيه العموميه. اعضاء الجمعيه العموميه بيختاروا من بينهم الناس اللي بترشح نفسها لمجلس الاداره اللي يديروا امور النادي، وفي امورهم في شؤون ماليه. بيختاروا بقى مراقب حسابات علشان يراقب الامور الماليه دي لمجلس الاداره والامور النادي، ويرجع يوضحها للجمعيه العموميه. فده دور مهم جدا وقوي. يعني لو ما كانش مراقب الحسابات قوي، ده اللي انا لسه اللي بتكلم عليه، لو ما كانش قوي وقادر ان هو ويبقى انا حاسس ان انا جاي من الجمعيه العموميه، ما اناش جاي منتسب لحد ولا جاي مع حد، انا جاي. انا اسالك على استاذ ابراهيم، استاذ حسن، ان المراقب ده مش هيبقى تبع المجلس. لا طبعا يعني مش هيبقى، ممكن يبقى في اتفاقيات انتخابيه، ودي حاجه شرعيه، ولكن يعني ما ينفعش ان انا احط نفسي اقول لحد يجي مثلا رئيس نادي يقول لي انا اللي جايبك. انا ما هي دي اللي انا بسالك، يعني انت في قائمه مثلا ونجحت القائمه كلها، يبقى حضرتك محسوب على القائمه دي. محسوب على القائمه. لا انا بص، هي علاقه ود وعلاقه احترام ما بيننا وبين كل المرشحين متقدم. بص انا بعتبر ان كل اللي مترشح لعضويه مجلس الاداره انسان يعني قوي، وانسان بيحب النادي الاسماعيلي ويجرؤ على ان هو يتقدم عشان يرشح نفسه عشان حبا للنادي الاسماعيلي، فكون ان هو ترشح فهو انسان قوي. انا علاقتي طيبه بكل الناس، وثانيا احنا بنعتبر النادي الاسماعيلي ما هوش نادي كوره احنا بنشجعه، احنا بنعتبره بالنسبه لنا زي وطن، زي حاجه كلنا بنبقى وراه بقلبنا، فيه تشجيع كده، كانه بلد ثانيه، البلد المصغره اللي احنا عايشين فيها. هو اللي بيفرحنا، هو اللي بيحزننا، هو اللي بيبقى بيتحكم، تحس ان هو بيتحكم في مشاعر الناس والمزاج بتاعها اللي موجوده في النادي. فعشان كده كلنا بنتكلم بحب، لازم يبقى في تعاون ولازم في حب. يعني قصه مش قصه ان مراقب حسابات ان انا بنعمل مشاكل، لا هو بنوضح حاجات عشان احنا عايزين مصلحه النادي. يا جماعه مجلس اداره في كذا كذا، الامور دي فهم ده كده فيها مش هتنفع، فيها مخالفه ماليه. لو حسيت ان مجلس الاداره ده عمل مخالفه مثلا ودي هتبقى ضد الجمعيه العموميه، لا ساعتها بقدم طلب رسمي للمجلس الاداره، بقدم طلب للجهه الاداريه، بستنى الكلام دوت للجمعيه العموميه ان انا بعرض عليها الامور ده، وهي ليها ان هي حريه الاختيار. انا بقول ان شاء الله
الله باذن الله المعركه. انا في ليا زميل محترم جدا بقدر له كل تقدير واحترام. منافسه هو بقدر له كل تقدير واحترام وهو انسان محترم، بس انا بقول انا عايز ادي وجه جديد. انا عايز فرصه، ناخد فرصه، عايزين فرصه ان انا ان شاء الله باذن الله اقدر اخدم النادي الاسماعيلي، يبقى في بديل واثنين وثلاثه موجودين يقدروا يخدموا النادي الاسماعيلي، والتوفيق ده برضو بتاع ربنا. يعني لو الجمعيه العموميه اختارتني ده بيبقى شرف ليا، لو كان التوفيق للزميل المنافس انا هبقى ورا منه خدمه النادي الاسماعيلي. ده اللي احنا نتمناه من جميع المرشحين ان شاء الله باذن الله، يبقى حب النادي الاسماعيلي هو رقم واحد. خدمه النادي الاسماعيلي يعني يبقى مصلحه النادي رقم واحد. مجلس اداره جه لازم كل الناس تقف وراه وتسانده، ده اللي احنا نتمناه نشوفه. اكيد طبعا، ده طبعا في كل حاجه طبعا. في حاله نجاح كل الزملاء اللي نجحوا وكل الناس هتروح تهنيهم وكلنا واقفين ورا منهم ان شاء الله باذن الله. احنا عايزين مصلحه النادي. النادي في المرحله السابقه الفتره اللي فاتت دي الناس كلها متخوفه على النادي، يقولوا ان ظروف البلد هي اللي شاغله الناس، بس الناس متخوفه حاسين ان النادي الاسماعيلي، احنا النادي الاسماعيلي يعتبر القطب الثالث في مصر. احنا حاسين انه خلاص داخل على انه يبقى نادي عادي، نادي هينار. احنا عايزين نقف وقفه جامده. المرحله اللي جايه محتاجه حاجه مهمه جدا، لان داخلين على بناء نادي اجتماعي. احنا ما كانش عندنا ارض نعمل فيه نادي اجتماعي، دلوقتي خلاص اتخصصت الارض. فالمرحله اللي جايه نادي اجتماعي، فلازم الناس بتحب النادي، لازم الناس بتخاف على النادي، ناس بتخاف على فلوس النادي، ودي مهمه جدا جدا جدا. اعتقد ان مراقب الحسابات لازم يبقى قوي جدا عشان خاطر الفتره اللي جايه محتاجه تكاتف ومحتاجه حب ان شاء الله. طيب كلمه خصوصا تقولها لأعضاء الجمعية؟ أنا بقول بتمنى من أعضاء الجمعية العمومية إن كلهم يحضروا، إن كلهم يبقوا. النادي الإسماعيلي محتاجكم تختاروا أعضاء جمعية، يعني أعضاء جمعية محتاجينكم تختاروا أعضاء مجلس إدارة بيحبوا النادي. إحنا بنختار ما بنمشيش ورا، ما فيش حاجة اسمها تكتلات. إحنا دلوقتي خلاص عايزين مصلحة النادي. النادي لو جه الفترة اللي جاية في خطر النادي فعلا. محتاجين ناس اقوياء جدا، محتاجين ناس بيحبوا النادي، محتاجين ناس يعني كل يعني عايزين لغايه اخر قطره دم عندهم ان هم يقفوا جنب النادي، لان ده بيمثل اسماعيليه، واسماعيليه بالنسبه لنا وطننا، يعني وطننا الصغير. احنا نتمنى لك التوفيق ان شاء الله، ويا رب ان شاء الله ربنا يوفقك وتحقق اللي انت بتتمناه. انا بشكرك جدا وشكرا على تواجدك معانا في الموقع الاسماعيلي. ربنا يخليك. انا بشكرك وبشكر كل اللي بيشاهدوني ان شاء الله. شكرا.